السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كاملين مزيانين في احسن الاحوال ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو عندي وتبارطاجيو الفيديو مع حبابكم وصحابكم. اليوم جيت نصاوب معكم واحد الفطيره كتجي زوينه بزاف، اقتصاديه هكا يعني بحجم عائلي. عندي هنايا 2 كيسان ونص ديال الدقيق ديال الفورص مع 3 المعالق ديال الفينو. درت واحد الفرماجه، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه ديال خمارة ديال الحلوى أو خنيشة ديال الخمارة ديال الحلوى من وزن 8 غرام، شوية الملحة ومعلقة ديال السكر وجوج معالق تقريبا حتى 3 معالق ديال الزيت. صافي، وكنعجنو هاد العجينة هادي كنعجنوها غير بالما، غير هي حاولوا ما تخليوهاش قاصحة، يعني ديروا العجينة شوية خفيفة بحال الشكل ديال العجينة ديال البريوش. صافي كنبقى كنعجن على هاد الشكل هذا. هنا ضفت واحد الطريف ديال الزبدة، يعني معلقة ديال الزبدة، وكتبقى كتخلطوا فيها، واخا كتبقى تلصق لكم ولكن راه من بعد كتجمع العجينه. صافي، هنايا غادي نغطيها وغادي نخليها تختمر. بالنسبه للحشوه عندي هنا فلفله مقطعه يعني مربعات صغار، واحد البصيله مشلضه، القزبرة والمعدنوس، مع 3 الفصوص ديال الثومه. عندي ورقه ديال الرند، التحميره، الخرقوم، سكينجبير ومليحه على حسب الذوق. كندير شويه ديال الزيت ودرت تما الكفته، تقدروا ديروها تعوضوها بالدجاج، تقدروا تعوضوها بالطون، يعني اللي بغيتو نتوما. درت واحد المعلقه ديال الهريسه وواحد المعلقه ديال الصوجه. الا كنتو غتستعملوا الطون حتى طيبوا الحشوه، ما تستعملوش دابا، يعني حتى كطيب الحشوه عاد باش كتضيفوه وما كديروش الزيت، يعني كديروا داك الطون بالزيت ديالو. صافي، عندي هنايا خديت واحد المربع ديال الشعريه الصينيه، كبيت عليها الماء طيب وخليتها باش تطلق ليا شويه. بالنسبه لاصوص بيشاميل عندي الزبده، درت معلقه كبيره ديال الزبده وواحد 3 المعالق ديال الزيت ودرتهم كيذوبوا فوق البوطه. ملي ذابوا ضفت عليهم واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق وغادي نرجعهم فوق البوطه غير كيغلى واحد شويه عاد باش كنضيف ليه باقي المكونات. هنايا ضفت ليه جوج ديال الفرماجات، يعني هادو اختياريين، يعني عندكم ديروهم، ما عندكمش ما ديروهمش. وضفت هنا كاس ونص ديال الحليب وشويه ديال الملحه، وغادي نحك واحد شويه ديال الكوزه. صافي، وشويه ديال البزار. هنا غادي نحرك هذا الخليط كامل وغادي نرجعو فوق البوطه حتى كيبدا كيتقال. هنا من بعد ما وجدات ليا هذيك البيشاميل كنخليها على جنب باش كتبرد. بالنسبه للحشوه انا صفيت هذيك الشعريه الصينيه وقطعتها ودرتها مع ديك الحشوه اللي طيبت، وغادي نخلي كلشي حتى كيبرد. هنا العجينه عندي اختمرات، يعني غادي نشدها غادي نكورها. كتخويوها من هذاك الهواء اللي كيكون فيها عاد باش غادي ديروها. يعني انا هنايا درتها كره كبيره، يعني نقص منها واحد شويه باش ما تجينيش عاوتاني كبيره بزاف. بغيتو ديروها على جوج نقسموها على جوج. صافي، هنا من بعد ما كما كتشوفوا غادي نطلقها واحد شويه هكا وغادي من بعد نطلقها بالمدلك. هنا راه بالزربه كطلق معاكم، راه قلت لكم العجينه ديالها راه ماشي قاصحه، راه بحال الشكل ديال العجينه ديال البريوش. درتها هنا في هاد كاغ ديال الزبده باش غادي نديرها في اللاطه نيشان. تقدروا ديروها يعني دهنوا اللاطه بشويه ديال الزيت وديروها في اللاطه وعاد باش تكملوا الحشوه ديالها. صافي، كنشد هذيك الحشوه كنحطها في الوسط. صافي، كنحطها وكنقادها شويه باش ما تبقاش ليا يعني بلاصه فيها الحشوه وبلاصه ما فيهاش. كنضيف هنا شويه ديال الزيتون مقطع
اختياري، يعني كاين كديروه ما كاينش ما كديروهش. صافي وغادي نقطّع جنيبات، هاد الجناب هادو ماشي كتوصلوا حتى للحشوة، كتخلي واحد شوية ديال العجينة بين الحشوة باش غادي تبداو تقطعوا، وكتقطعوا هكا أشرطة طوال. كنجيب هاديك لاصوص بيشاميل اللي صوبت معاكم، كنديرها من الفوق يعني كتكون بردات. وكنبدا كنجمع، كنجيب هذاك الطرف الأول اللي خليته هو اللي كنديرو، عاد باش كنجمع هادوك الجنيبات، يعني واحد كندير اليسار والآخر كنجيبو اليمين، يعني كتبقاو بحال كديروا الضفيرة، وانتوما كتجمعوا حتى كتساليو هاديك الحشوة اللي عفوا حتى كتساليو هاديك العجينة اللي عندكم. يعني راه كلشي موضح في الصورة. هنا في الاخر دائما كتخليو واحد جوج الاشرطه لهادي عاد باش كتقلبوا، باش كتجمع لكم من الجنب باش ما كتخرجش لكم الحشوه، وهذوك الاشرطه الاخرين كتجيبوهم يعني وكديروهم من التحت. يعني راه كلشي باين في الصوره. صافي كديروها في لاطه ديال الفران وكتغطيوها وكتخليوها تختمر واحد المده ديال 10 دقائق حتى 15 دقيقه. هنايا عندي صفر ديال البيضه، زدت عليها شويه ديال الصوجه، وغادي ندهن بها هذاك الوجه ديال هاد الفطيرة هادي من بعد ما خمارت، وكنرش عليها هنا شوية ديال البافو وشوية ديال الجنجلان وصافي، وكنديرها في الفران كطيب. كتدخلوها للفران وكتخليوها طيب على يعني على بوطه متوسطه ماشي مجهده حتى كتاخد هذاك اللون المحمر، يعني كتحمر وكيجي كطيب. عاد باش كنخرجوها كما كتشوفوا انا هنا خرجتها من الفران، كنخليها هنا تبرد واحد شويه عاد باش كنديرها في الطبق ديال التقديم. هذا هو الشكل النهائي ديال الفطيره اللي وصلت معكم اليوم، كنتمنى تجربوها، كتجي زوينه بزاف واقتصادي يعني حجم عائلي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ما يكونش طويل عليكم بزاف، وتبارطاجيو الفيديو مع حبابكم وصحابكم، ما تنساوش تابوناو عندي. صحه وراحه، السلام عليكم.